والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. النهارده جاي أقول لك ليه أنا بعمل لك فيديوهات. أنا كل اللي أنا بعمله إن أنا جاي بحكي لك عن عصارة 4 سنين شغل في سوق العمل، أو بالأخص في التسويق، وبلخصها لك في فيديوهات قصيرة، وبعد كده أدخلك معايا في الجزء العملي وأخليك تبدأ خطوة بخطوة. كل اللي أنا بقوله لك في الفيديوهات أو بحكي لك عنه ده أنا مجربه شخصيا، مش مجرد كلام كتب وخلاص. تعال احكي لك القصه ابتدت معايا ازاي. في بدايه 2016 كنت زي اي حد بيستخدم السوشيال ميديا طبيعي، او بمعنى اصح كنت بضيع وقت فيها. ولكن في يوم جيت شفت مصطلح الربح من الانترنت، وان انت تقدر ازاي تحقق فلوس من الانترنت. اول ما شفت الجمله دي ما صدقتش الموضوع، بدات ابحث عن الموضوع اكتر واكتر، وبدات ادخل في اكتر من مجال. ده عمل لي تشتيت في دماغي، وما كنتش عارف احدد بالظبط انا عايز ايه، وهشتغل في ايه، وهكمل في ايه. بعد بحث اكتر واكتر عملت مدونه وقناه يوتيوب انا وصديقي محمود، وكنت بنزل عليها شروحات خاصه بالتقنيه، وبعدها حطيت عليهم اعلانات وبدات ان انا اكسب منهم. في البدايه الموضوع كان المكاسب قليله جدا جدا، ولكن احنا في البدايه ما كناش عاملينها بغرض ان احنا نكسب قوي، وكان الغرض الاساسي منها ان احنا نفيد الناس اكتر واكتر. والحساب الخاص بادسنس، المنصه اللي بتعرض اعلانات على موقع يوتيوب، وساعتها كان المدونه كنت كسبان ساعتها مبلغ كويس. ولكن تعدي الايام وتيجي امتحانات ثانوي، وساعتها كنت محتاج فلوس جدا. وفي الوقت ده دخلت عرضت القناه والمدونه للبيع، كلمنا حد واتفقنا على المبلغ، وساعتها خبرتي ما كانتش كافيه، بعت له الحساب بكل حاجه. وهنا كانت المفاجاه، الراجل اخذ الحساب مني وبعدها عمل لي بلوك وسرق الحساب. بعد الموضوع ده دخلت في حاله مش كويسه، ولكن الموضوع هنا ما خلصش. بدات افكر اكتر واكتر ازاي اعمل فلوس، ولكن الامر ما كانش افضل حاجه. رحت ساعتها وانا في الجامعه اشتغلت في سوبر ماركت في الحي اللي كان في الجامعه بتاعتي، وساعتها كنت باخد 1300 جنيه في الشهر، وكنت بشتغل من الساعه 4 العصر بعد ما بخلص جامعتي مباشره لحد الساعه 3 ونص بالليل. ولو رحت متاخر نص ساعه، يعني الساعه 4 ونص، كنت بكمل للساعه 4 او 4 ونص الفجر. اشتغلت حوالي شهر و10 ايام، ومن بعدها ما كملتش لان الموضوع كان ضغط كبير، وانا عامه ضد فكره الروتين او الشغل 12 ساعه عامه. رجعت اشتغلت تاني وبحثت عن طرق للربح. بعدها وقع قدامي موقع خدمات مصغره. الموقع ده مفهوم وباختصار كده انك لو عندك مهاره بتعملها لعميل تاني ما عندوش المهاره دي، واقل تسعير $5 للخدمه الواحده. وفي الفيديوهات الجايه اشرح لك ازاي تشتغل على الموقع ده بدون ما يكون عندك اي مهاره اصلا. المهم تعدي الايام وتعامل مع اكتر من عميل، وخدمات تيجي وخدمات تروح، والدنيا ساعتها مشيت واحده واحده. ولكن برضو دماغي بتقول لي مش دي الارقام ولا الفلوس اللي احنا بنديها كل الوقت ده، وفي الاخر بناخد الفلوس دي. رجعت لنقطه تانية ورجعت ادور على طرق تانية مختلفه تخليني برضو اعمل فلوس، لحد ما وقع قدامي مصطلح التسويق، او بالمعنى الحرفي التسويق بالعموله. التسويق بالعموله يا صديقي هو ان شركه بيبقى عندها منتجات، والمسوقين الشاطرين اللي زينا بنسوق لها منتجاتها وبناخد عموله. يعني انت بتاخد صوره المنتجات او فيديوهات وبتعمل اعلانات او بتعرضها على جروبات، ايا كان انت بتعرضها ازاي. ولو حد طلب منك بتروح تحط بياناته في الشركه، ولما العميل بيستلم الطلب الشركه بتديك العموله اللي بتتفقوا عليها. وبرضه هتفهم ده كله في الجزء العملي الفتره الجايه. في الفتره دي كانت سو دوت كوم هي اللي عندها موضوع ان انت تسوق لمنتجاتها. بدات اشتغل اكتر واكتر، بدات اعمل اوردرات بالفعل، وبعدها وقع قدامي التسويق لموقع نون دوت كوم، وكان ساعتها اسهل بكتير من ان انت تسوق للمنتجات اللي على سو دوت كوم. سبت الاكونت اللي كنت شغال عليه في سو دوت كوم، وبعدها اتجهت لنون دوت كوم، ورحت اشتغلت مع شركه نون دوت كوم، ودي اللي كانت متعاقده مع شركه مصريه لحد شاطر جدا في مجالنا اسمه احمد عبد العزيز. واكتشفت بعدها ان كل اللي اشتغل على سو دوت كوم كان لما بيجي وقت القبض كان الاكونت بتاعه بيتقفل، ولازم بقى تقعد تبعت للدعم وتستنى بقى لما يردوا عليك، وموال كبير لحد ما يحولوا فلوسك. بدات اشتغل على نون وقتها، ولا كنت بعرف اسوق ازاي، ولا حتى معايا فلوس لاعلانات، ولا اعرف الاعلانات دي اصلا بتتعمل ازاي. حرفيا كانت خبرتي صفر. ساعتها جات لي فكره وان انا اسوق على ماركت بليس. وماركت بليس ده يا صديقي مكان كده على فيسبوك بيسمح لك تعرض منتجك، واللي بيشوف المنتج ومحتاجه بيبعت لك رساله. بدات اشتغل ساعتها، وحرفيا اخدت 3/4 المنتجات اللي موجوده على نون وحطيتها على ماركت بليس. وبدات ساعتها الرسائل تزيد يوم عن يوم، وبدات ساعتها الاوردرات تزيد اكتر واكتر، وبدات الدنيا تمشي واحده واحده لحد ما جينا وقتها لوقت الاعلانات. تعرفت ساعتها على صديقي عبد الله، بدانا نشتغل ونفيد بعض في موضوع الاعلانات. في البدايه خسرنا شويه فلوس بسبب اننا كنا بنجرب على منتجات، والمنتجات دي مش بتجيب نتائج. قعدنا نخسر حبه حلوين لحد ما كسبنا، ولكن مع ذلك كملنا لحد ما قعدت حسبتها شويه كده مع نفسي، وقدرت احلل الفتره اللي عدت دي كلها واحط نفسي مكان العملاء. ومن بعدها بدات اختار فئه معينه من المنتجات، وكانت ساعتها المكنه الكيمي. كانت المكنه الكيمي نازله مصر لسه جديد، وما كانش حد يعرف عنها حاجه. وبدات ساعتها ابحث واشوف مين اللي كان شغال عليها، وساعتها ما كانش فيه غير واحد بس
ويعتبر كان شغال عليها متقطع، وواحده واحده عملت منها مبيعات كبيره جدا جدا، عوضتني عن كل الفلوس اللي خسرتها قبل كده في الاعلانات. وكنت انا والشخص التاني ده السبب في ان المنتج ده يتشهر يعتبر في مصر كلها، وكنا بفضل الله عاملين مبيعات منه جباره. بدأ الموضوع يكبر ومنتجات تروح ومنتجات تيجي، وبدأنا نكبر واحده واحده والدنيا ماشيه وفل الفل. وطبعا ما زلنا متصدرين في مكان الحلاقه، والحمد لله كانت المبيعات ساعتها كويسه جدا. ولكن ساعتها كانت يعتبر ضريبه الموضوع ده ان انا كنت بشتغل حوالي 16 ساعه، يعني ما كانش فيه ساعتها راحه. لما لقيت الدنيا بدأت تقل حبه قلنا لازم نتوسع شويه، وبدأنا عملنا ويب سايت ونقلت اعلانات على منصات تانية، وهوب بدأنا اعلانات الكونفيرجن. ولكن طبعا واحده واحده الدنيا هتمشي، بس انك تاخد الخطوه انك تبدا. وكل اللي قلت لك فوق برضو ده واحده واحده هتعرفه في الجزء العملي بعد كده. عملنا فيديوهات للمنتجات وبدأنا نعمل اعلانات الكونفيرجن، وهوب الدنيا بدأت ترجع معانا ومبيعات اعلى واعلى. اول ما الدنيا بدأت تمشي عايز اقول لك ان انا رجعت الموقع الخدمات المصغره تاني، وبعدها رجعت اشتغل عليه تاني. نزلت لي كام خدمه كده لاداره وانشاء الحملات، كلمني اكتر من براند اتعاملنا مع بعض ومسكت اعلاناتهم وعملنا شغل كويس وارقام محترمه، وقدرت اتعامل مع اكتر من 40 عميل، واخدت تقييم على الموقع بنسبه 93%. والحكايه لسه لحد دلوقتي ما انتهتش. ولكن في النهايه انا جاي اقول لك ان الغرض الاساسي من قناتي ان انا جاي افيدك بجد، مش جاي اضحك عليك بكلمتين. انا جاي اقول لك على شويه تجارب انا عشتها قبل كده، وبسهلها لك في فيديوهات قصيره عشان تستفيد بشكل اسرع. انا لما بدات الموضوع ده كان صعب كتير، وما كانش حد بيدي اي معلومات اصلا، وكل اللي بيطلع معلومه بيطلعها بصعوبه. في النهايه لو عايز تعرف اكتر ما تنساش انك تدوس لايك وتشترك في القناه. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.